بيبدأ فيلمنا مع مولي واللي كانت بتشتغل مع والدها سام كمحقق خاص علشان ياخدوا صور لسيناتور عنده علاقة غرامية، والأمور كانت ماشية كويس لحد ما بعد فترة مولي اتقفشت والسيناتور جري وراها، لحقها وقال لها تدي الكاميرا لكن هي قدرت تهرب منه. وبعد أيام مولي كانت في مهمة تانية في مطعم، بس راجل اسمه أرمان جه يكلمها. مولي قالت له إنها مش مهتمة، وأرمان سابها وراح قابل الراجل اللي مولي بتحقق معاه وقال له إيه اللي مولي بتعمله. مولي ما عجبهاش اللي حصل، وأرمان عرفها بنفسه وبيكون عميل في الاف بي اي، وقال ان عندهم مهمة عايزها تساعدهم بيها. أرمان بيقول ان الاف بي اي لقوا واحد اسمه جيسون واللي مستعد يشهد ضد زعيم مافيا كان بيشتغل معاه، بس الاف بي اي معتقدين ان زعيم المافيا زرع حد علشان يكون تهديد لبنت جيسون أليكس علشان ما يعترفش. أرمان بيقول إن جيسون أعطى بنته شوية دفاتر فيها أدلة تدينه علشان يساوم بيها، وعاوز مولي تروح وهي متخفية علشان تلاقي الدفاتر وكمان تعرف مين الشخص اللي بيراقب أليكس. مولي سألته ليه ما بيجيبش حد من الوكالة يعمل كده، بس أرمان قال لها إن هي الأنسب للمهمة. وهما بيخرجوا أرمان قال إنه كان بيراقبها لفترة وبيعرف كل حاجة عن أمها الله يرحمها وعن أبوها اللي كان ضابط وتم طرده ظلم. أرمان عرض عليها فلوس بس مولي قالت إنها مش مهتمة، بس خدت الكارت بتاعه لو غيرت رأيها. ولما مولي رجعت البيت ما لقيتش أبوها سام، وما خدتش وقت كتير علشان تكتشف إنه كان بيراهن تاني. ولما رجع مولي سألته كان فين، لكنه كذب عليها. مولي قالت إنها عارفة إنه كان بيراهن تاني. طريقتها في اكتشاف الموضوع كانت مبهرة لدرجة ان سام انبهر. سألته عمل ايه، سام قال لها انه كان قريب جدا من كسب فلوس كتير علشان يدفع للمحامي اللي هياخد قضيته ويرجعه للخدمة، لكنه خسر حوالي 17,000 دولار. مولي أدركت إنها لازم تقبل عرض أرمان علشان تساعد أبوها. اليوم اللي بعده بعد ما كلمت أرمان طلب منها تقابله في مكان سري، وهناك مولي طلبت منه يزود العرض ل20,000 دولار ووافق. عرفها على واحدة اسمها بيزي واللي هتعلمها ازاي تندمج في الجامعة اللي أليكس فيها. وبعد شوية أرمان اداها تفاصيل أكتر عن المهمة، اداها تليفون هتستخدمه قدام الناس وتليفون تاني هو اللي هيكلمها عليه. أرمان كمان وراها العربية اللي هتسوقها، وبعدها لبست وبقت جاهزة تروح الجامعة وتبدأ المهمة. وأرمان قال لها إنها لازم تبقى أعز صاحبة لأليكس. مولي راحت للبيت اللي هتسكن فيه، ولما وصلت قابلت بنت اسمها ساشا واللي هي قائدة المجموعة. ساشا رحبت بيها وخدتها أوضتها وقالت لها إنها كانت عارضة أزياء في كرواتيا قبل ما تيجي الجامعة. وهما بيتكلموا مولي شافت أليكس جاية ناحيتهم واستغلت الفرصة وقالت حاجة عن مخيم صيفي راحت له أليكس. ورغم إن أليكس قالت إنها معرفتهاش، مولي قدرت تدير الموقف بطريقة خلت أليكس تصدق إنهم كانوا في نفس المخيم. مولي قالت إنها مبسوطة إنها لقت صاحبة هنا، وأليكس ما كانش عندها مشكلة في كده. ساشا ودتها أوضتها، ولما بقت لوحدها مولي بدأت تفتش حاجاتها، وبعدها زميلتها في الأوضة بيكي دخلت ورحبت بيها في البيت. اليوم اللي بعده وهي ماشية حوالين الجامعة شافت عجلة حلوة وقربت تبصلها. شافت صاحبها نيكولاس واتكلمت عن أجزاء العجلة. نيكولاس اتفاجئ إنها عارفة كتير عن العجلة وسألها إذا كانت طالبة. مولي سألته إذا كانت ما بتبانش طالبة، ونيكولاس قال إنه صعب يلاقي بنت في الجامعة عندها معرفة كويسة بالعجل. وقبل ما تتكلم كتير وتكشف نفسها مولي مشيت. في الليل وهم بيجهزوا لحفلة الترحيب في البيت، أليكس ومولي بيتكلموا تاني عن المخيم. مولي شافت سلسلة أليكس، فأليكس بتقول لها إنها هدية وبتخبيها تحت التيشيرت. ولما البنات خلصوا التجهيزات راحوا للأوضة اللي الحفلة هتكون فيها. مولي اتأكدت إن الكاميرات في العرايس اللي حطتهم في البيت شغالين، وبعد ما اتأكدت إن كلهم شغالين راحت للحفلة. ساشا كانت بتلقي خطاب ترحيب للبنات بعد صيف طويل، ومولي شافت ظل حد بيحاول يهاجم أليكس من ورا الستارة، ولأنها فكرت إنه ممكن يكون حد جاي يأذي أليكس رمت شمعتها وركضت علشان تحميها، لكن طلعوا شوية ولاد بيحاولوا يصوروا البنات خلال الحفلة، وشمعة مولي ولعت الستارة وسببت حريقة في جزء من الأوضة. البنات ما كانوش مبسوطين ولاموا مولي على تدمير الحفلة. واليوم اللي بعده وهي رايحة للكلية شافت أليكس بتتكلم مع نيكولاس وفضلت تراقبهم. وفي المحاضرة مع أستاذ اسمه تلاوي مولي عبرت عن رأي مثير في الموضوع اللي بيتكلم فيه الأستاذ، وكل الناس اتفاجئت. وبعد المحاضرة نيكولاس لحق مولي
وشكرها على الرأي اللي قالته في المحاضرة. مولي قالت إنها ما كانتش عارفة هي بتتكلم عن إيه، وهي ماشية مع أليكس ونيكولاس شافوا بنت اسمها سمر بتخرج مع دكتور اسمه ميلتون، ومولي فورا فكرت إن سمر عندها علاقة معاه. نيكولاس وأليكس اتصدموا من الكلام ده، بس مولي قالت تاني إنها مش عارفة هي بتقول إيه. قبل ما تقول حاجة تانية قالت لهم إنها لازم تمشي. وفي الليل وهي بتشوف الكاميرا لايف على اللابتوب، مولي شافت أليكس بتخرج من البيت واستخدمت الفرصة دي علشان تفتش أوضة أليكس. دخلت الأوضة وبدأت تدور لكن ما لقتش حاجة، بس زميلة أليكس في الأوضة تايلر شافتها. مولي كدبت وقالت إنها كانت جاية تستعير حاجة من أليكس، وكانت محظوظة ان تايلر صدقتها. وهي راجعة اوضتها جات لها رسالة من أرمان بيطلب يقابلها، وبعد شوية قابلته وقالت له ان مفيش ناس خطرة في البيت، لكن أرنال وراها جورنال فيه خبر عن قتل بيزي. أرمان قال ان زعيم المافيا قتل بيزي، وقال لمولي تاخد المهمة بجدية، وقال لها انها لازم كمان تدور على اي حاجة تعرفها عن الدفاتر. وفي الليل وهي نايمة في اوضتها بنت اسمها كوتن دخلت تخوفها، لكن مولي طلعت مسدس فاكرة انه حد خطر. مولي سألت ليه كوتن دخلت اوضتها، وباكي بتقول لها ان ده جزء من تقاليد البيت علشان يجهزوا الجميع للحفلة. كوتن سألت اذا كان مولي بتنام بمسدس، لكنها قالت انه مش حقيقي. كوتن خدته منها وبدأت تلعب بيه، لكن مولي بسرعة خدته منها. في الحفلة نيكولاس كان موجود كمان، وسأل مولي لو كانت بتحب تروح معاه لنادي جاز، لكنها قالت انها مش مهتمة. واليوم اللي بعد المحاضرة مولي شافت أليكس بتتكلم مع الأستاذ تلاوي، وبدأت تشك ان في حاجة بينهم. اليوم ده مولي راحت تقابل أرمان علشان تديهوله تحديث. قالت له عن الأستاذ تلاوي، لكنها قالت انها لسه ما لقتش علاقة واضحة. وكمان مولي قالت له ان ساشا مخبية حاجة علشان هي كدبت عن انها راحت كرواتيا. أرمان سأل عن نيكولاس، لكن مولي قالت إن مفيش تقارير عنه، وبسبب طريقة كلامها عنه أرمان شك إنها معجبة بيه، لكنها قالت إنها مش معجبة، وإن هو اللي طلب منها إنها تخرج معاه. أرمان قال لها تخرج مع نيكولاس علشان تعرف أكتر عنه. وفي وقت لاحق من اليوم قابلت نيكولاس وقالت له إنها عاوزة تخرج معاه. نيكولاس بياخد مولي لنادي الجاز، وهناك بتسأله أسئلة شخصية عنه. في البداية بيتجاهل الأسئلة ومولي بتلومه على كده، لكنه بيقول إنه كان مشغول بس. وهم راجعين البيت نيكولاس بيحكي عن إزاي أبوه ساب أمه، ولما بيسأل عن أهلها مولي بتتجاهل السؤال. نيكولاس بيقول لها إنه مش فاهم ليه مش قادرة تتكلم عن نفسها، ومولي بتقول إنها مش بتثق في الناس بسهولة، بس نيكولاس بيطمنها إنه مش هيخيب ظنها، وبتقوله إنها بتتمنى يكون كده. ولما بترجع أوضتها تايلر بتيجي وبتوريها دمية المفروض يبيعوها في مسابقة بين جمعيات البنات واللي لازم يكسبوها. وتاني يوم بيبدأوا يشتغلوا على خطة لبيع الدمى، لكن بسبب انهم ما عندهمش خطة واضحة مش بيقدروا يبيعوا كتير زي مجموعة تانية، واللي بيكسبوا فلوس عن طريق غسيل السيارات. ساشا والبنات التانيين كانوا متشائمين من فرصتهم، لكن مولي بتطمنهم انهم لسه ممكن يكسبوا. بتطلع بخطة وبتقرر انها تبتز الدكتور ميلتون، بتصطاده وهو مع سمر وبتاخد شوية صور، وبعد كده بتروح وبتوريله الصور وبتهدده انها هتوريها لمراته لو ما اشتراش منهم الدمى. وتاني يوم الدكتور ميلتون بيشتري كل الدمى، والبنات كلهم بيبقوا مبسوطين الا ساشا اللي بتبقى غيرانة. في نفس اليوم بتيجي ساشا لأوضة مولي وبتديها أسورة وبتقول إنها هدية على اللي عملته، لكن تاني يوم لما كوتن بتشوف مولي لابساها بتتهم مولي إنها سرقها منها. مولي بتقول إن ساشا هي اللي ادتها لها، لكن ساشا بتنكر وبتلوم مولي على كل الحاجات اللي ضاعت في البيت. ولما بييجوا لأوضة مولي بيلاقوا بيها حاجات البنات، وده بيخلي مولي مصدومة وبيخلي البنات يكرهوا مولي، وساشا بتتبسط. وفي الليلة دي مولي بتتصل بأبوها علشان يساعدها تلاقي حاجة عن ساشا، لكنه ما بيقدرش يجيب حاجة. بيقول لمولي انه رايح اجتماع علاج جماعي واللي بيساعده يتخلص من ادمان القمار. مولي بتبقى سعيدة لما تسمع ده وبتقوله انها فخورة بيه. وتاني يوم لما ساشا بتسيب اوضتها مولي بتدخل وبتدور على حاجة تستخدمها ضدها. لحسن الحظ بتلاقي كتاب سنوي وبتشوف ان ساشا مش هي اللي بتقول انها هي. ولما ترجع ساشا مولي بتواجهها، لكن ساشا بتقول انه كان عندها ماضي صعب ومع الجامعة قررت انها تبدأ من جديد. وبالرغم من اللي عملته مولي بتعرض تساعد ساشا تتقبل نفسها. وفي اجتماع مع البنات التانيين مولي بتقول للجميع ان ساشا هي اللي سرقت حاجاتهم، لكنها بتدي خطاب كويس بيخلي البنات يحسوا بالشفقة على ساشا.
وبعد الاجتماع مولي بتشوف أليكس خارجة من البيت بتتبعها، لكن أليكس بتقول إنها عندها مشاكل كبيرة تتعامل معاها وملهاش علاقة بمولي. ولما بتمشي بالعربية مولي بتتبعها وبتنتهي عند بيت الأستاذ تلاوي. مولي مش فاهمة علاقتهم فبتبدأ تراقب تلاوي تاني يوم. وبعد فترة قصيرة أرمان بيجي للمدرسة يشوف مولي، بيقول لها إنه لقى معلومات جديدة عن موت بيزي وده قاده لنيكولاس، وبيقول إنه بيشتغل مع زعيم المافيا. مولي مش بتصدق ده وبتذكر إن الأستاذ تلاوي ممكن يكون المشتبه فيه الحقيقي، لكن أرمان بيقول لها إن نيكولاس هو اللي لازم تقلق منه. في الليلة دي في الحفلة مولي بتشوف أليكس خارجة بالعربية، وقبل ما تتبعها بتاخد نيكولاس لأوضتها وبتكبل إيديه وبتزعقله علشان خيانته لثقتها، وبعد كده بتضربه على وشه علشان يفقد الوعي. وبعديها بتخرج بتتبع أليكس لبيت تلاوي، والمرة دي بتدخل بشكل سري وهي بتدور بتشوف وشها على ملفات كتير، وبتعرف ان الاستاذ تلاوي عميل في الاف بي اي. وقبل ما تفهم اللي بيحصل رجل ملتم بيهاجمها، ورغم انه كان عنده فرصة يقتلها بيسيبها، فبتبقى مولي متلخبطة ليه سابها، وبتعرف انه ارمان وانه كان بيستغلها. ومولي بعد كده بتخرج وبتشوف تلاوي مصاب برا البيت، بتشرح له حالتها وبتتصل بالاسعاف علشانه. بيقول لها ان ارمان خد أليكس لانها عندها الدفاتر اللي هي ورقة التفاوض اللي أرمان بيدور عليها. وفي اللحظة دي أرمان بيرسل رسالة لمولي علشان تقابله، ولما بتعمل كده مولي بتقوله فورا إنها عارفة خطته اللي هي تلفيق كل حاجة عليها بعد ما يقتل أليكس. أرمان بيقول إنها صح، لكن مولي بتقوله إنها عندها الدفاتر. أرمان بيتصدم لما يسمع ده، ومولي بتقول إنها هتديها له لو حرر أليكس، فبيعرض إنه يدفع لها، لكن مولي بتقوله إنها عايزة بس أليكس. وفي النهاية بتمشي، ولما بتوصل لبيت الجمعية بتشوف 2 عملاء FBI هناك بيسألوها عن اللي بتعرفه، وبعد ما بتقول لهم بيقولوا لها تبعد عن القضية، لكن مولي بتقول إنها عندها خطة وإنها بس بتنتظر اتصال أرمان لأنه فاكر إنها عندها الدفاتر، وبتضيف إنه ذكي ولازم يكون عندهم خطة بديلة لو الأولى فشلت. بمجرد ما عملاء ال FBI بيمشوا من البيت مولي بتقول لأصدقائها إن أليكس في خطر ولازم يتعاونوا علشان ينقذوها. وبعد شوية عملاء FBI بيرجعوا للمدرسة وبيبدأوا يجهزوا مولي للمقابلة مع أرمان باستخدام دفاتر مزيفة، ولما بيتصل بيها بتمشي علشان تقابله، لكنه بالفعل عارف إن في عملاء FBI في المدرسة، فبيستخدم جهاز تشويش للترددات علشان يعطل سماعات الأذن. وبعد كده بياخد مولي على بعد خطوات علشان يفحص الدفاتر، ولما بيدرك إنها مش الحقيقية كاتن بتشوف مولي وبتقول لها إنها شافت الدفاتر اللي كانت بتدور عليها. مولي بتقول لكاتن تسكت، لكن أرمان بيسأل عن مكان الدفاتر، ولما أرمان بيقول إن هو والد مولي كاتن بتقوله إن الدفاتر في غرفة الجمعية داخل البيت. بياخدها بعد كده لعربيته وبتشوف أليكس اللي باينة تعبانة جدا. مولي بالسر بتلبس سماعة ودان صغيرة وهو بيسوق للبيت، وبعد كده بيتبين إن سام قريب وفي خطة بديلة بتشمل أصدقاء مولي. لما بيوصلوا البيت أرمان بينزل مولي وبيقول لها إن في قنبلة تحت العربية ولو حد قرب منها هيفجرها ويقتل أليكس، وسام بيأكد ده وبيقول لساشا والبنات التانيين إنهم يصدموا أرمان علشان يسرقوا مفاتيح العربية من جاكيت. ساشا والبنات بيعملوا ده كويس، ولكن فجأة نيكولاس بيظهر وبيسأل عن تفسير للي مولي عملته فيه اليوم اللي فات. سام بيتلخبط لأن ده مش جزء من الخطة، لكن أرمان مش باين عليه مضطرب وبيستمر في سحب مولي لغرفة الجمعية. لما بيوصلوا مولي بترش مادة كيميائية على وشه لكنها ما بتشتغلش، فبيدفعها بعيد وبيدور على الدفاتر، لكن نيكولاس بيهاجمه. لما أرمان بيقرب يوقع نيكولاس مولي بتاخده وبتنط من الشباك، وبعد كده بتمسك مسدسه لكنه بيهدد انه يفجر القنبلة. مولي بترجعله المسدس لكنه برضه بيفجر القنبلة وبيفجر العربية. ولما بيوجه مسدسه على مولي سام بيظهر بمسدسه ميوجهه على أرمان، وبكده أرمان بينزل مسدسه والمادة الكيميائية اللي اترشت على وشه بتبدأ تشتغل وبيبدأ يدوخ وبيقول حاجات عشوائية. قبل ما عملاء ال FBI يوصلوا ساشا والبنات بييجوا معاهم أليكس اللي أنقذوها من العربية قبل ما أرمان يفجرها. البنات بيمشوا بسرعة ومولي بتقول لأليكس إنها محتاجة الدفاتر، وبعد كده بتفتح سلسلة أليكس وبتاخد بطاقة SD اللي كانت مخبياها فيها. وبعد ما أرمان بيتقبض عليه عملاء ال FBI بيمدحوا مولي على شغلها وبيعرضوا عليها وظيفة،
لكنها بتقول إنها هتفضل في الجامعة، لكنها بتطلب منهم يساعدوا والدها. ولما تديهم بطاقة الSD اللي فيها الدفاتر، العملاء بيقولوا لها إنها تعتبر طلبها مجاب، وبعديها بيهنوا سام على عودته للشغل. وهم ماشيين نيكولاس بيظهر، ومولي بتعرفه على سام كحبيبها. ولما نيكولاس وسام بيتكلموا، مولي بتمشي وبتقابل صحابها. وهم راجعين للبيت، واحدة من البنات بتقول إنها سمعت إن في ناس اخترقوا مجلس الجمعية. ولما بتسأل إزاي يقدروا يلاقوهم، مولي بتقول إنهم يقدروا يتخفوا، وده بيحمس البنات وبيمشوا كلهم مع بعض للبيت. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتدوني رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي. باي باي.